الحمد لله الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من كل حال لا يرضيه، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب أقرب إلينا من حبل الوريد، يفعل ما يريد. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى والحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتواصى أحبتي بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. وبعد أيها الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أمتنا أمة منصورة إذا صدقت وأخلصت وتوحدت. أمتنا أمة مرحومة في شدتها ورخائها. هذه الأمة تمرض لكن لا تموت، وتضعف لكن لا تلين. قد أصابتها الشدائد والمحن والمصائب، فمحصت وميزت ورفعت وخفضت، واختار الله عز وجل منها شهداء. وهذه سنة الله في عباده المؤمنين، والله ناصر جنده ومعز أولياءه وهازم عدوه ومظهر دينه بدماء الشهداء وبطولات المجاهدين وصدق العلماء وإخلاص المخلصين. هذه الأيام أيها الكرام هي من أيام الله المشهودة. تنفست البلاد وجاءت الانتصارات، ونسأل الله عز وجل أن يتمم هذه الانتصارات بانتصار أهلنا وإتمام فرحة أهلنا في غزة. إنه أكرم مسؤول. أذن بلال وأسمع الجوزاء، واصدع بما نادى النبي وجاء، ويوقظ الدنيا هتاف محمد. طاب الأذان أيا بلال نداء، دين ودنيا مصحف وعقيدة،
فتح وجيش يقهر الأعداء، الحق والتحرير من راياته، من غير أحمد ينصر الضعفاء. تاريخ أمتنا زهى بمحمد، ومحمد بدر هدى وأضاء. هذه حضارتنا تطل على المدى، وتخرج الأبطال والعظماء. في ظل هذه الأيام المشهودة، وظل هذه الانتصارات أيها الكرام، وظل هذا النعيم العظيم الرباني، نقف مع حضراتكم بثلاث رسائل. أما الرسالة الأولى: النصر من عند الله وحده، وكل ما عدا ذلك أسباب بيد الله عز وجل. أخبرنا الله عز وجل في غير آية أن النصر من عنده، حتى لا نتكل على عددنا أو عدتنا أو أسلحتنا أو جيشنا. النصر من عند الله وحده، وما النصر إلا من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة من النعم فينا تقول لنا: أنت عبد فقير إلى الله سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أراد الله نصرنا فلن يستطيع أحد أن يقف في وجهنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كل نعمة تقول لنا: أنت بحاجة إلى الله عز وجل. فلا نتكبر ولا نتعاظم ولا نرى لأنفسنا فضلا، إنما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. في الفرح نتذكر فضل الله وحده، في الشدة نتذكر رحمة الله عز وجل ولطفه، فنلجأ إليه ليحمينا وينقذنا ويفرج عنا. وهذه هي العبودية لله عز وجل التي خلقنا الله عز وجل من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندما يكرم الله عز وجل أهل الإيمان بالنصر، يزدادون تواضعاً وتذللاً بين يدي الله عز وجل، ولا يرون لأنفسهم فضلاً على أحد. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى لا بأعمالنا. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً، دخلها على ناقته وقد حنى رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى كادت لحيته تمس راحلته صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله سبحانه وتعالى. هو اختبار أيها الإخوة، فلنسعى جميعا لأن نكون أهلا لهذا الاختبار وهذا النصر الذي أكرمنا الله عز وجل به. أما الرسالة الثانية: تحية وسلاما إلى كل من ضحى وقدم وبذل وصبر وعانى، سواء خرج من حمص أو بقي في داخلها. كثير هم الذين ضحوا وصبروا وبذلوا وتحملوا الأذى في سبيل الحفاظ على دينهم لله سبحانه وتعالى، وسيكتب الله أجرهم وإن لم يعرفوا، ولهم البشارات الكثيرة من الله عز وجل. تحية وسلاما إلى المجاهدين الأبطال المرابطين الصادقين، الذين همهم نصرة دين الله وإعلاء كلمته وحفظ بلادنا وأعراضنا، الذين رفعوا رؤوس المسلمين عاليا، حفظهم الله وسلمهم وغنمهم. لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط
فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. لسان حال أولئك المجاهدين الأبطال: نحن للحق وللإيمان جند مسلمون، نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون، عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون، وترى أن المعالي للميامين تكون، فابتسم يا موت للأبطال وابك يا سجون، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر. تحية وسلاما إلى الذين اختارهم الله عز وجل شهداء، ونسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء. لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ثم تحية وسلاما إلى الجرحى، يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح المسك. ثم تحية وسلاما إلى كل من اعتقل وعذب، أكرمه الله بالسلامة أو أكرمه الله بالشهادة. لسان حال هؤلاء يقول: نحن إن نسجن وإن نعدم فجنات النعيم، فهي مأوانا وأهل البغي في نار السموم، فاملأوا الأرض لهيبا يا طواغيت الجحيم، واستعينوا بالمنايا مرتع الظلم وخيم، حسبنا أنا على شرع النبي المستقيم، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين، رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر. ثم تحية وسلاما إلى أهل البلاء، إلى أمي ووالدي وزوجتي كل شهيد ومفقود، إلى كل يتيم، إلى كل مهجر، إلى كل صابر، إلى كل من بقي وصبر على ظلم النظام وبطشه. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. تحية وسلاما إلى كل أولئك الأبطال. أما الرسالة الثالثة أيها الكرام فهي بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا: أبشروا وأملوا خيرا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة ووعدها بالتمكين في الأرض، وأن الله سيظهر دينه ويعلي كلمته، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وقد حقق الله عز وجل ذلك منذ عهد الإسلام الأول. انتشرت الفتوحات في أرجاء الأرض، وسيحقق الله عز وجل هذا الأمر إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض،
فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. أيها الكرام، وبعد النصر يأتي الاختبار والعمل. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم جعلنا الله خلائف في هذا البلد من بعد أولئك الطغاة، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا ينتصر قوم دون تضحية، ولا يرفع الظلم إلا بتضحية، ولا تعلو كلمة الحق إلا بتضحية، لأن هذا الدين غال أيها الكرام. دين الله غال، والجنة غالية تستحق التضحية في سبيل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. اللهم استخدمنا جميعا في خدمة دينك، وفي نصرة دينك، وفي خدمة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، الحمد لله وحده، نصر وعده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. نتواصى أحبتي بتقوى الله عز وجل، أن نراقب الله في أقوالنا وأفعالنا، في سرنا وجهرنا. إن الله كان عليكم رقيبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نتواصى في هذا اليوم الأغر بالإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم أسباب تفريج الكروب ومغفرة الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا أن تلطف بعبادك المسلمين، نسألك يا ربنا أن تديم نعمك علينا وعلى عبادك المؤمنين. اللهم أرنا نعمك بدوامها، اللهم ألهمنا شكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تؤمنا مكرك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، وتنتقم فيه من الطغاة والمجرمين، وتتوب فيه على المذنبين والعصاة من هذه الأمة يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. اللهم نسألك أن تتم الفرحة لأهلنا في غزة. اللهم نسألك أن تتم الفرحة لأهلنا في غزة، ونسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على بيوت وقلوب المسلمين بطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك بأرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاقهم. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ما قضيت لنا ولهذه الأمة من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.